تحترق أصابعهم في سوريا والعراق يجلسون مطمئنين نائمين في بيوتهم، يعتبرون أن ما يحدث في العراق هو يخص العراق وحده، وأن الخطاب الطائفي هو نتاج طبيعي للخليط السكاني الموجود في العراق، وليس هناك شيء، كل شيء بحالته رغم تهديد سليمان الأخير للبحرين، ولكن أيضا هم يعتبرون أنهم آمنون ولا زالت النيران بعيدة عنهم. نحن الآن نعيش في ظل استعلاء عنصري قومي إيراني واستعلاء طائفي لإيران. إيران الآن كما قالوا المقولة المشهورة تعرفها، نحن سيطرنا على 4 عواصم عربية أو 3 والرابعة في الطريق. الآن هم في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، يمرون بحالة استعلاء لم يمروا بها سابقا، حالة من النشوة. وللأسف الحالة العربية كما ذكرت، وأقصد بالحالة العربية الحالة الرسمية، ونفرق بين الحالة الشعبية والحالة الرسمية. الحالة الشعبية معنا قلبا وقالبا، والحالة الرسمية قلوبهم معنا ولكن سيوفهم ليست معنا. والدليل ما سألت قبل هذا السؤال وأجيب عنه الآن. ما يحدث في فلوجة مثال، طائرات التحالف الدولي فيها طائرات عربية وقصفت تكريت وبيجي، يقولون أن لم نقصف الفلوجة ولكن هم في التحالف الدولي، يدعمون التحالف الدولي، يدعمون حكومة العبادي التي تدير هذه المعركة، يعطون دين من صندوق التنمية الإسلامي، دين كبير جدا لحكومة العبادي لمنع انهياره اقتصاديا بوصاية أو بإرادة أمريكية، يبعثون مساعدات للنازحين في المحافظات السنية بين قوسين ولكنها لا تصل إليهم. فإذا هم داعمون شاءوا أم أبوا بشكل مباشر أو غير مباشر. وهنا نتكلم من باب الصراحة والوضوح، لأنه حقيقة تعبنا سنين طويلة ونحن نداري ونتكلم معهم بكل الوسائل، ونرسل الرسائل ونرسل الوفود وننبههم على إلى الحكام والحكومات العربية والخليجية تحديدا، ولا أحد يسمع ولا أحد يجيب إلا النادر القليل جدا. نعرض رؤانا، نعرض الطيب، أنتم لا تقتنعون بنا كهيئة وتقولون بأنكم أصحاب اللاءات الخمس، لا للاحتلال، لا للدستور، لا للعملية السياسية، لا للإقليم، لا. طيب اتركونا نحن، خذوا منا الرؤية للحل في العراق واعملوا مع غيرنا. نحن نريد الحل، لا نريد أن يكون الحل من خلالنا. للأسف إذن كما يقول من طين وإذن من عجين. وهنا أتكلم بلسان النصح. الفلوجة معركة مهمة وحاسمة ليست لنا فقط وإنما لهم أيضا. تعرف قصة النخيب، المنطقة المعروفة في الأنبار التي يحاولون اقتطاعها من الأنبار وضمها إلى كربلاء. نعم. يقول البعض بأنه قريبة، يقول بعضهم قريبة من السعودية. لا، ليس هذا السبب، لأن لديهم حدود مع السعودية ومع الكويت طويلة، من البصرة إلى السماوة إلى كربلاء. القصة في قطع حلقة الاتصال الوحيدة بين المناطق العربية السنية والسعودية وجعل الحدود فقط مع الأردن وسوريا. هذه قصة النخيل. يريدون أن يقطعوا خط التواصل. الفلوجة خط بري متواصل إلى السعودية، 5 ساعات تكون أنت على الحدود السعودية. فيريدون خلق حاجز طائفي بين العراق وبين السعودية، وهذا يشكل خطر كبير على حدود هذه البلدان. وقلت لهم سابقا وأقول لهم الآن، لا نريد منكم حماية أمنكم الحيوي. كل بلد يسعى لحماية أمنه الحيوي خارج حدوده. الدول المجاورة إذا كان مشترك معها في العنصر أو في الدين أو في المذهب أو في السياسة، نقول لهم الآن لا، احموا حدودكم على الأقل. إذا ذهبت الفلوجة لا سامح الله ستذهب كثير من الأراضي وستصبحون ملاصقين لمناطق طائفية. وليست كلام فقط وتخويف، هم هددوا السعودية وهددوا الكويت وهددوا دول أخرى، بل وأطلقوا صواريخ في إحدى المرات على الحدود السعودية. كل هذا يحصل، وإلى الآن السلاح العربي والمال العربي يساهم في معركة التحالف، بينما يخوض هو معركة ضد إيران وضد نظام بشار الأسد المدعوم إيرانيا في سوريا، ويخوضون المعركة ضد الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران. إلا في العراق تنقلب الآية، يقاتلون مع الحكومة المدعومة إيرانيا والتي ترفع شعارات طائفية كما رأينا من شعارات الحشد ضد من؟ ضد أبناء الفلوجة، أيضا بذريعة تنظيم الدولة. طيب، ذريعة تنظيم الدولة تقولون إرهاب، قاتلوا الإرهاب، ولكن لا يكون هذا على حسابنا. هذا يحصل على حسابنا وعلى حساب سنة العراق تحصل. على سنة، بالضبط سنة العراق، وهذا سينسحب مع نتحدث به عن سنة. ما الفارق بين وضع سنة العراق وسنة سوريا وحتى الزيود والشوافع في اليمن؟ بارك الله فيك. أنا أعتقد الحالة واحدة.